الجاكيت ده معمول من القماشة دي. كل الأقمشة دي لما أقصها لازم أخد بالي من اتجاه النسيج، لكن القماش اللي فيه فرو بالتحديد لازم أخد بالي من اتجاه النسيج وفي نفس الوقت اتجاه الفرو. كل جزء في الجاكيت هحط فيه القماش الفرو لازم أخد بالي الباترون بيتحط ازاي على القماش، لما أقص الكولا غير لما أقص المرد غير لما أقص الجيوب والأساور. ده فينيشينج 100%. في الفيديو ده هتشوفوا ازاي الفينيشينج بيبدأ من قص القماش مش بس واحنا بنخيط. وعشان الواحد يعمل فينيشينج نظيف ومحترم زي ده محتاج خبرة. الخبرة دي تيجي ازاي وتيجي في قد ايه؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو ده، وهوريكم كمان ازاي هقص القماش بتاع المرد بطريقة مناسبة لاتجاه الفرو واتجاه اللي بيتلبس فيه الجاكيت. اهلا بيكم، انا من عرفة pattern maker and sewing specialist، وعايزة اقول لكم في الفيديو ده ابتدوا اتعلموا باترون وخياطة في اي وقت في اي سن. once ان جالكم الاحساس بتاع انا عايزة ابتدي اتعلم، بليز ما تربطوهاش بالسن. اولا الفكرة دي او الاحساس ده ما جالكوش كده وخلاص، ده اللي اسمه divine timing. يعني واحدة بقى عندها 50 سنة وفجأة حست ان هي عايزة تتعلم باترون وخياطة. الاحساس ده جه من عند ربنا، ده توجيه الهي على فكرة، مش المفروض ان احنا نهمله، ومش المفروض ان احنا نفضل ثقافة المجتمع اللي احنا عايشين فيه اللي بيربط كل حاجة بالسن. مش المفترض بقى ان احنا هنسمع كلام الناس وفكرة بعد ما شاب والسن ما يسمحش وهتبتدي من دلوقتي. معقولة الافكار دي كلها مش هتبقى احسن من التوجيه الالهي اللي ربنا خلانا نحسه، خلانا نحس ان احنا عايزين نتعلم ده في الوقت ده. الفكرة في الاخر ليه الاحساس ده جالي؟ في يوم من الايام كنت هدرس، صحيح وقتها ما كنتش اعرف، يعني وانا عندي 34 سنة وحاسة الاحساس ده عايز اتعلم باترون وخياطة، ما كنتش اعرف اني في يوم من الايام هدرس. يمكن انتوا جالكم الاحساس ده علشان انتوا هتعملوا براند، هتبيعوا ملابس معمولة بطريقة محترمة، هترتقوا بصناعة الملابس الجاهزة. في الوقت اللي احنا فيه في ناس قاعدة بتقص في القماش على طول، فأكيد في سبب خلاكم تحسوا بالإحساس ده. طب اشمعنى ليه ما حسيتش اني عايزة اتعلم باترون وخياطة غير وانا عندي 50 او 60 او 70 سنة؟ زي بقول لكم divine timing. يعني انا شخصيا كان لازم اشتغل مدرسة كمبيوتر، اتعلم editing، اتعلم مهارات تدريس، كان لازم اخد بالي من حد مريض، فكان لازم ده محتاج وقت ومجهود، يعني اتعلمت الصبر. كل الحاجات دي الشغل بتاعي دلوقتي محتاجها. انا اللي بأديت فيديوهاتي، انا حاولت اني اودي الاديتنج لحد يعمله لي والاكتر من حد وعملوا لي شغل ما رضانيش خالص. فانا قلت هو انا بعمل اديتنج بره ليه؟ بدفع فلوس عشان اوفر وقت، لقيت نفسي بدفع فلوس ومش بوفر وقت. خلاص تمام، انا هعمل اديتنج. يعني عرفت احل مشكلة عندي نتيجة مهارات اكتسبتها قبل كده. واحدة مثلا عندها اولاد وكان لازم الولاد دول يقفوا على رجليهم، يتخرجوا، يستقلوا، وبعد كده تبتدي هي تتفرغ لحاجة تانية، كان لازم تقفل ده، تنهي مرحلة في حياتها وتبتدي مرحلة جديدة. وما تشيلوش هم هتتطوروا في قد ايه على فكرة. يعني انا فعلا عايزة اقول لكم ان انا رحت اتعلم دريبينج مع فاشن ديزاينر سابقني في المجال ده بفترة طويلة قوي. انا اتعلمت منه دريبينج مش هنكر، بس هو كان بيقص القماش بطريقة غلط. يعني طريقة قص القماش دي انا عارفة انها غلط، انا المفترض ان السنين اللي قضيتها في المجال ده اقل منه بكتير، ومع ده هو في حاجات فايتاه. انا عايزه اقول لكم ان حتى في الفينيشينج اللي هو ادق حاجه في الخياطه، في حاجات بتعدي على ناس بقالهم سنين طويله اكتر مني في المجال ده بس ما بتعديش عليا. وفعلا انا بقيت عندي مدرستي الخاصه بيا في الفينيشينج. يعني بجد بدون مبالغه في تفاصيل في الفينيشينج بتبتدي من واحنا بنقص القماش، بنظبط الباترون على القماش ونقصه. شوفوا الفيديو جاي.
قبل بس ما ادخل في موضوع الفيديو احب اقول لكم ان انا عامله كتاب اسمه Perfect Fit، الدليل الكامل لحردات الجيرو والكمام. الكتاب ده بيحل كل المشاكل اللي بتقابل الناس في تصنيع الباترون السليم وعمل حردات جيرو مظبوطه وكمام مريحه للجسم. الكتاب ده أول 20 صفحة منه بالمجان، والتدريبات اللي فيهم مشروحين بفيديوهات برضو مجانية. إذا عايزين تاخدوا نسخة المجانية من الكتاب وتعملوا التدريبات اللي فيهم اللي هي فعلا قيمة جدا، تقدروا تتواصلوا مع شيك أكاديمي سبورت تيم. هتلاقوا أرقام تليفونات الواتساب في الديسكريبشن بوكس. يعني إيه ندقق في اتجاهات الصوف أو الوبر وإحنا بنخيط؟ قبل ما نخيط نحطها الأول ونشوف الاتجاهات ماشية ازاي، وبعد كده نخيط. ما خيطش وبعدين ارجع اقول لا ما خدش بالي او كده غلط، الشكل ده مش مظبوط. ده فينيشينج 100% فينيشينج. دلوقتي المرد انا قصاه. ليه انا عامله وبر جاكيت فيه وبر او فرو او اي حاجه؟ اشمعنى مركزه في الحاجات دي؟ اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي الاتجاهات. ظبطنا القياس نظبط الاتجاه ده. بصوا بقى اهو انا هركبه كده صح؟ اوكي. المفترض هو طبعا هو هيتركب ازاي؟ هو هيتركب كده اهو. اوكي، دي الطريقة بتاعت التركيب. هو اصلا جوه الجاكيت. هو اصلا بيتركب جوه الجاكيت. اوكي، وبقية الجاكيت البطانة وده بيتخيط فيها. دي بطانة المرض. اللي انا بس عايزة اتكلم فيه في الاول ايه؟ بصوا الوبرة بتاعته ماشية كده. اوكي، فانا لما حطيت الباترون وقصيته في اتجاه الوبر المظبوط. مش هحطه كده، احط الباترون بالعكس. ادقق اتجاه الوبر فين، احط الباترون عليه مظبوط. عشان كده انا قصاه الباترون اهو. شايفين الخط ده؟ انتوا هتشوفوه هتعملوا اوكي. اظبطه على اتجاه الوبر. لو انا حطيت القماش بالعكس وقصيت الباترون كده، حطيت الباترون على القماش والوبرة لفوق، هيطلع الوبرة مش ماشية مع يعني الجاكيت. المفترض ان انا لما اجي البسه الوبرة بتاعته ماشية كده، وبرة القماش تبقى ماشية كده. العكس بتبقى مش مريحة للعين وبتبين فينيشينج مش نظيف ابدا، وبتبين ان اللي بيشتغل ده مش حد بروفيشنال، مش شاطر. اوكي، فدي حاجة مهمة قوي. سواء وبر سواء فرو سواء اي حاجة ليها اتجاه. القطيفة لو مشيت ايدي على القطيفة باتجاه معين بتلمع الناحية التانية، لو مشيت ايدي الناحية التانية مش هتلمع، هتبقى خشنة كمان. اخد بالي قوي من الحاجات دي وانا بشتغل. شفتوا ازاي تقدروا تكونوا خبرة في وقت قصير ويكون عندكم مدرستكم الخاصة بيكم انتوا. شكرا لوقتكم، شكرا لمتابعتكم، واتمنى الكونتنت يكون عجبكم. لو عجبكم please like and share، واعملوا subscribe للchannel وضغطوا النوتيفيكيشن bell، وما تنسوش نسختكم المجانية من الكتاب. اشوفكم الفيديو الجاي.